كلنا عارفين ان الفيتامينات مهمة جدا لنمو الطفل ومهمة لصحته ونموه الطبيعي. وفي امهات كتير سألوني ايه الفيتامينات المهمة في السنين الاولى، ونعرف ازاي ان الطفل عنده نقص فيتامين معين. لو اول مرة تشوفيني، انا دكتورة مروة البرلوسي، اخصائي الاطفال وحديث الولادة، واكلمك على الفيتامينات المهمة للطفل. اول حاجة، لو لقيتي طفلك دايما شاحب وشه، دايما بيحس بنبضات قلبه، بيتعب بسرعة، بيحصل له إرهاق بسرعة، تعرفي إن هو عنده نقص يا إما حديد أنيميا، يا إما نقص فيتامين B12. لقيت الطفل نموه في مشكلة، عظامه متقوسة، تعرفي إن هو عنده نقص فيتامين د ومشكلة في الكالسيوم بتاعه. لو لقيت الطفل بيتشنج أو نبضات قلبه سريعة، تعرفي إن انتي برضو لازم نشوف الكالسيوم في الجسم. ما بنديش كالسيوم من غير تحليل. فيتامين د بنديه من أول ما يتولد الطفل 400 وحدة مرة واحدة في اليوم. لقيت الطفل بيحصل له نزلات برد كتير والتهابات متكررة، تعرفي ان الطفل ده عنده نقص فيتامين سي او نقص فيتامين اي. فعلشان كده ان احنا دايما بنديهم للطفل اول ما يبدأ ياكل. لو لقيت الطفل دايما شفايفه مشققة وناشفة، تعرفي ده يا اما نقص فيتامين B2 أو نقص حديد. لو لقيتي شهية الطفل ضعيفة أو عنده التهابات حفاض متكررة، ممكن ده يوحي لينا إن هو عنده نقص زنك. لقيتي شعر الطفل بيقع على طول أو الشعرة نفسها ضعيفة، وده بعد ما شعر الولادة يقع ويطلع الشعر الطبيعي للطفل، ده معناه نقص الحديد أو نقص B7 أو البيوتين. لو لقيتي دايما اللثة بتنزل دم أو التئام الجروح بيتأخر، لو احنا استبعدنا في التحاليل المشاكل الدم ومشاكل التجلط، يبقى نقص فيتامين سي، طبعا بعد استشارة الطبيب. الطفل متأخر في التسنين، ده بيبقى عادة نقص فيتامين د. امتى يبقى علامة من علامات الخطر؟ لو لقيت الطفل بيغمى عليه، لو لقيت الطفل عنده مشكلة في العظام، تقوس في العظام، لو لقيتي مشاكل في نزيف حاد، او الطفل وزنه ما بيزيدش، او الطفل فيه عنده آلام متكررة، لازم تزوري الطبيب علشان يشخص لك هو عنده ايه. متنسيش تتابعيني علشان اكتب لك كل فيتامين موجود في اكلات ايه. هسيب لك المعلومات في الكومنتس، تعلقي في الكومنتس عشان يوصلك ايه اكتر الاكلات اللي هي بتزود الفيتامينات في الجسم.